عادة اللي بيبعت رسالة بيكون عايز حد يسمعها وهي واحنا بنقولها يعني في فيديو، او يرضي شيء كده جواه ان حكايتي بتتحكي ويشوف تعليقات الناس عليها عشان يعرف وجهة نظره او تعامله في الموقف الفلاني كان مفيد لغيره ولا لا، لو كان في مشكلة طب حلها ايه، فالناس تساعده في التعليقات وكده. عادة ده اللي بيحصل، بس مش كتير لما بيجي لك رسالة يبقى اللي باعتها قاصد انه يحكي فيها عن شخصين هو متاكد ان هما الاثنين هم عايشين الحمد لله، هما الاثنين مش هيقروها 100%. فده في شيء من الوفاء يعني اللي يستحق ان هو يتحكي. شيرين بنت مصريه عندها 24 سنه بتحكي عن موقف حصل معاها وهي عندها 17 سنه، حاجه من 7 8 سنين فاتت يعني. بتقول شيرين ان هي مش على قدر من الجمال، تختوخه زي ما بتوصف نفسها، شعرها مش اجمل حاجه، اكرت، ملامحها مش جميله. بتقول بس انا ما كنتش شايف ان ده عيب، يعني عادي، في الاخر احنا الانسان في النهايه بقلبه وبفعله وبنيته، عمره ما كان الانسان بشكله يعني، فده ما كانش عامل لها اي مشكله. بتتعامل بقمه الثقه في النفس، وبتتعامل ان هي ما فيش احلى منها في الدنيا. دخلت كليه، لما دخلت الكليه خلاص يعني بشكل كده لا ارادي كانت شايله خالص من دماغها فكره ان هي ترتبط او ان هي تتعرف على ولد او ان حد يحبها في الكليه او كذا او كذا او كذا، خصوصا انها كانت في مدرسه بنات. فبالتالي بيكون الدخول في مرحله تانية دراسيه فيها اولاد وبنات مختلطه، فرصه بقى ان ايه، حد يتعرف، حد يتخطب، حد يحب، حد ممكن يتجوز، مين عارف. فبيبقى الموضوع ده ايه، هي كانت شايلاه خالص من دماغها، تقول لا انا كده وكده ايه، عارفه بيني وبين نفسي ان انا مش اجمل واحده، فبالتالي انا مش هكون ملفته للنظر، انا داخله الكليه علشان اذاكر وانجح وبس. شيرين هي وحيده والدها ووالدتها، خلفوها وهم كبار نسبيا في السن، فهم الثلاثه كانوا في البيت اصحاب اكتر منهم اب وام وبنتهم. بدأت سنة أولى متفوقة جدا في الدراسة، سنة ثانية متفوقة جدا برضو في الدراسة. دخلت في سنة ثالثة بدأ يلفت نظرها واحد ولد شاب، هي واخدة بالها منه من الأول، بس إيه، بدأ بشكل أكثر كثافة يعني يلفت نظرها. اسمه فارس، يعني وحتى الاسم كمان بتاعه ملفت قوي للنظر، فارس يعني الاسم لوحده يشد. ولد وسيم، غني من عيله غنيه، عربيته شيك جدا جدا جدا، بيجي الجامعه بعربيه، واحد من القليلين اصلا اللي بيجوا الكليه عندهم بعربيه يعني. هو محور كل البنات اللي هناك، كل البنات اللي هناك بيسعوا ان هم يتعرفوا عليه. ولد يعني ايه، مقطع سمك وديلها زي ما بيقولوا يعني. لفت نظرها، فبدا بقى ايه تفكيرها يتغير، انا عايز الفت نظره. طب يا بنتي، طب والقناعه اللي كانت جواكي ان انا بريش في الكلام، لا 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 انا عايز الفت نظره. طب ما هو معلش يعني برضه يا شيري، انت في النهايه هيكون يعني هو عنده اختيارات تانية ممكن تكون ايه واخده حظها عنك شويه، لا 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 انا عايز الفت نظره. طب هتعملي ايه يعني؟ فبدات تعمل حركات بقى ايه، يعني تفكيرها هداها كده، بتقول يعني ممكن ده يكون تصرف طفولي او عيالي، بس ده اللي هي فكرت فيه وقتها يعني. بقت تجيب كروت اللي هي الصغيره بتاعت عيد الميلاد دي، تروح كاتبه كده ايه، بيتين شعر كده حلوين، هي بتحب الشعر جدا على فكره، بيتين شعر كده حلوين تمام، وتروح ايه حطهم له في المكان اللي بياخدوا فيه الكورس، حطهم له في الديسك بتاعه او في الكرسي بتاعه. فعملت كده مره واثنين وثلاثه، تروح مثلا سايباله في شؤون الطلبه ظرف وبتاع كده، حطاه كده يسلم الى فارس كذا 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 كذا، برضه كارت فيه كلمتين حلوين. عند العربيه بتاعته، عند المساحات بتاعت العربيه تروح حاطه له برضه نفس كارت تاني، وهكذا. قعدت تعمل كده كتير على اساس ان ايه، انها تلفت نظره. وبقت تتعمد لما تشوفه في المكان بتاع الكافيتيريا بتاع الكليه ان هي تبص له، على اساس بقى ان ايه الحب بيوصل بالعيون، هو بيشوفها يعني، عينه بتيجي في عينيها وعادي بيعدي عادي يعني. فقعدت على الموضوع ده شهور يعني، قعدت الموضوع ده شغاله حتى من دراستها، ومفيش اي رياكشن بيجي خالص من اخينا ده. تحاول مره واثنين، مفيش. بعتت له حوالي 18 19 كارت ومفيش اي رياكشن خالص منه. طب ايه طيب، وبعدين هي زعلانه ومقهوره. ما هنا بقى ايه، مشاعر الانثى بقى طلعت بقى، يعني هي كانت راكنه خالص موضوع الانوثه ده من دماغها، لكن لا، رجع بقى وتفجر جواها لما شافت الاخ فارس. تعدي الايام، والدتها تبتدي تلاحظ ان البنت مش طبيعيه، البنت فيها حاجه شغلاها وكده، تتكلم معاها ايه يا بنتي الحكايه، فتروح حاكيه قدام والدتها وقدام والدها، ده في واحد كذا 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 كذا. طبعا هينهروها، وايه اللي انت بتقوليه ده، ايه العبط ده، مفيش بنت متربيه تعمل كده، ما ينفعش يا جماعه. وراحت صرخت فيهم وقالت لهم يا جماعه دي فرصتي الوحيده، هي بتقول حتى مش عارفه انا قلت كده ازاي يعني، يا جماعه دي فرصتي الوحيده عشان احس ان انا حد مرغوب. الكلمه نفسها كانت تقيله انها تطلع من واحده 16 17 سنه، ان انا حد عايزني، انا محتاج احس ان في حد عايزني، ان في حد بيحبني، انا استحق ان انا اتحب، انا محتاج اجرب الشعور ده. كنت رافضاه بس لقيت اتغير جوايا غصب عني، فيعني ما تلوموش عليا في حاجه غصب عني يعني.
والدها ووالدتها اتصدموا من الرد بتاعها، حسوا ايه ده، البنت كبرت قوي بقى، تفكيرها بقى مختلف وكده، ما قدروش يعملوا لها حاجه. قعدت تحاول وال 18 19 كارت وصل لغايه 30 كارت، واخينا يبص لها يشوفها ولا اي حاجه خالص، وهو مش عارف ان هي اللي بعتها يعني، او المفروض هي بترمي ان هو ايه، هيحس من نظرات عينيها ان انا اللي ببعت يعني. بياخد الكارت بيبص عليه بيبتسم ويحطه في جيبه. 30 كارت متواصلين لحد ما في مره من المرات قاعدين هم الثلاثه في البيت، هي قاعده بتذاكر في اوضتها، ووالدها ووالدتها قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون، جرس الباب بيرن، بيفتحوا باب البيت، باب الشقه، فبيلاقوا على عتبه الباب في ظرف كده كبير. فهي طلعت الموضوع مش يعني هم مش عاوزين حد يجي يزورهم في الوقت ده يعني، كانت الساعه 10 بالليل تقريبا. فوالدها بيفتح الباب وهي بتخرج باب الاوضه، بتلاقي والدها فتح الباب، مسك ظرف، بيفتح الظرف لقى جواه الكارت الصغير مكتوب فيه بيت شعر بخط تاني خالص. ايه ده؟ فهيبصوا بعضهم هم الثلاثه، ايه الجنان ده؟ معقوله الواد فارس؟ ايه ده؟ هيستغربوا. تمام. هي هتاخد الكارت، ايه ده انت يعرف منين عنوانك ده، مين ده؟ قعدوا يفكروا ما وصلوش لحاجه. تاني يوم الصبح نازله الصبح، هي كانت لما كبرت شويه يعني، كان والدها بقى بيروح يوديها الكليه بالعربيه بتاعته يعني. تاني يوم او بعدها بيوم نازله هي ووالدها عشان يوديها الكليه، لقوا على المساحه بتاعه عربيه والدها كارت صغير مكتوب فيه بيتين شعر حلوين برضه. قال لا ده ايه فارس اشتغل اهو يعني. راحت بعد كده تروح الكليه، تلاقي البنت اللي واقفه في الكانتين او يعني الكافيتيريا اللي موجوده في الكليه، بتيجي تقول لها ايه، في حد ساب لك الظرف ده؟ مين مش عارف، ما اعرفش والله، ده حد سابه ومشي. تفتح تلاقي كارت فيه كلمتين حلوين. يبتدي الموضوع، قال لها طب ما انت تيجي تبص، بدل ما تبص لفارس فتبتسم له، فهو كمان بيبتسم، تمام، بيبتسم لها عادي. طب ايه بقى، تعالى اتكلم بقى يعني، احنا بدانا، احنا خلاص عايزين بقى نعدي المرحله دي، نخش على المرحله اللي بعدها. تمام. مفيش، الواد برضه ايه، كتله تلج يعني، جبل من التلج. لحد ما في مره بتصحى الصبح بتروح الكليه وهي متحمسه جدا، قاعده بقى الموضوع عامل زي الجيم يعني، هي تروح تسيب له كارت في حته وتلاقي كارت مبعوت لها في حته برضه هي كمان. بقى الموضوع كده لطيف، بقى كده عندها شغف كل يوم هلاقي الكارت فين، لعبه وكانت بسطها جدا يعني. لغايه ما في يوم من الايام بتصحى وبتروح الكليه، بتلاقي كده زحمه ومش عارف ايه، ولما بتروح تسال فيها، بتعرف ايه بقى، تعرف ان الاخ فارس خطب واحده زميلته في الكليه. يا نهار ابيض. فتتصدم، طب انت بتبعت لي ليه؟ انت لو انت بتحب واحده وخطبتها، ما انت كنت بتبعت لي ليه؟ الكروت الكتير اللي انت بعتها لي دي على مدار الثلاث اربع شهور اللي فاتوا ورديت بيها على كروتي، ليه بتبعتها؟ اتصدمت شويه. روحت البيت لقيت الجرس رن بتاع الباب بالليل وكارت برضو موجود. فوالدتها قالت ايه يا بنتي الحكايه دي؟ فبدات انا بقى شيري تفكيرها يختلف شويه، لا ده في حد بيحبني، ده في حد يعني زي ما انا كنت بحب فارس وهو مش حاسس، في حد بيحبني وانا مش حاسه. فبدات الكروت مستمره رغم ان الولد خطب، قعدت مستمره. تطورت كمان الكروت، بقت رسائل SMS على الموبايل بتاعها، مش على الواتساب، على الموبايل بتاعها. تمام. رسائل برضو فيها ابيات شعر وكده. الموضوع بدات وحتى مش عارفه ازاي، بدا فارس ينزاح تدريجيا من ذاكرتي او من دماغي ومن عقلي، وافكر بس في الشخص اللي انا حبيته وحبيت حبه ليا ده من غير ما يشوفني. قعدت بقى يعني كنت في قمه بتاع، كنت كاني عصفوره وطايره في السحاب يعني من كتر الانبساط. لحد ما في يوم من الايام بعد ما يستمر الموضوع ده لمده 6-7 شهور كاملين، كل يوم بقى رسائل بقى، انتم متخيلين الموضوع كان عامل ازاي؟ لحد ما في يوم من الايام بيحصل عندهم حاله وفاه في البلد، فبيضطر والدها ووالدتها ان هم يسافروا ويسيبوها لوحدها في البيت، هي كبيره مش صغيره يعني. بيسافروا، بيجي محصل الكهرباء عايز الفلوس يعني بتاعت الكهرباء، حاضر. بتدخل اوضه والدها عشان تجيب فلوس بتاعتهم، بتفتح الدرج بتاع الكومودين اللي بيشيلوا فيه فلوس، لقيت الدرج مليان كروت صغيره والقلم الاحمر اللي بيتكتب بيه الرسائل. ففهمت ان اللي كان بيبعت الرسائل دي والدها ووالدتها. بتقول لي انا اتصدمت، قعدت اعيط لدرجه حتى ان انا سبت محصل الكهرباء يعني، المفروض اطلع له ما طلعتلوش، والراجل مشي والباب فضل مفتوح، وقعدت اعيط. ما اعرفش ايه اللي خلاني اعيط. اتصدمت، انتوا عملتوا كده ليه؟ طب يعني هو انا وصلني شعورين متناقضين يعني، حسيت ان قد ايه، طب انتوا يعني انتوا كنتوا بتحبوني الحب ده كله، انتوا كنتوا عايزين تراضوني بالشكل ده، انتوا اللي عملتوا ده كله علشاني، طب يعني طب ليه؟ طب ما انا يعني مفيش حد بيحبني يعني، مفيش حد. قعدت في لخبطه كده في دماغها. هم غابوا في العزا 3-4 ايام. قالت لي مجرد ما رجعوا انا حب الراجل ده والست دي جوايا تضاعف بشكل رهيب. ابويا وامي بحبهم وبعشقهم يعني، واحنا الثلاثه ملناش غير بعض، بس حبي ليهم تضاعف، لان لما هديت وقعدت افكر
دول بيحبوكي، دول ما كانوش عايزين يشوفوكي الا مبسوطه، دول ما حسبوهاش، ما فكروش. بالمناسبه هي حتى كاتبه كده، وانا بقرا الرساله بتاعتها وقبل حتى ما نتكلم انا وهي، انا عارف النقطه دي ممكن ده نفسيا يكون غلط، يعني هم ممكن التصرف بتاعهم يتعارض مع علم النفس، اللي هو ايه، فكره ان هم كده ممكن يكونوا ايه، عايشوها في الوهم، وده ممكن يكون غلط نفسيا عليها، لكن الحمد لله ربنا ستر يعني، والموضوع كان اثره عليها كويس، كان اثره عليها مش وحش، ما جابش الاثر السلبي اللي انت ممكن تخاف منه يعني. الحب ليهم تضاعف. اول ما دخلوا من باب البيت، دخلوا رحت ماسكه لهم الكروت كده في ايدي، ورحت حاضنه الاثنين في وقت واحد، قلت لهم انا بحبكم جدا وماليش غيركم. تعدي الايام، النهارده شيري متجوزه وعندها بنوته من واحد هو اللي حبها، هو اللي خبط على باب بيتهم وقالت ده احسن انسان في الدنيا. فعلا احنا ما فيش حد فينا ملوش نصيب من الحب، مفيش حد فينا بيعدي على الحياه كده من غير ما يتحب، مفيش حد فينا مش من حقه ان هو يتحب. مفيش بني ادم في الدنيا بيعدي على الدنيا من غير ما ياخد نصيبه من الحب، مفيش بني ادم في الدنيا ما بيكونش محبوب. احنا بس يمكن بنغلط لما بنحصر الحب في شخص، اللي هو الحب العاطفي. انا عايز الاقي الانسانه الفلانيه دي تحبني دي بالذات، او انا عايز الاقي الشخص الفلاني ده بالذات هو اللي يحبني. لا، انت محبوب وانا محبوب، كلنا محبوبين، مفيش حد بيعدي على الدنيا من غير ما ياخد نصيبه كامل من الحب. والدك بيحبك، والدتك بتحبك، اخوك بيحبك، اصحابك بيحبوك، الناس زمايلك بيحبوك، مدرسينك بيحبوك، اساتذتك بيحبوك. مفيش حد بيعدي من غير ما ياخد الجرعه بتاعته من الحب. ما تحصرش الحب في اتجاه واحد بس، هي مراحل، مرحله بتسلم مرحله. بتظلم نفسك لما بتخلي الاحتياج هو اللي يسوقك، الاحتياج هو اللي يسوقك. ما ينفعش حد يتذلب حواسه، لما حد بيتذلب حواسه، الجعان بياكل اكل غلط، العاطل بيشتغل شغلانه غلط، اللي بيحب او اللي عايز يحب هيحب الشخص الغلط. ما ينفعش حد يتذل بحواسه. اللي بيختار عن شبع غير اللي بيختار عن جوع، واللي عنده الحد الادنى من الاكتفاء بيبقى ذواق. مش هتعدي على الدنيا ولا هتمر عليها الا وانت واخد نصيبك من الحب تالت ومتلت.